أمي الله يرحمها كانت بتشتغل مغسلة أموات. كانت ست بيطلبوها مخصوص في بلدان كتير من كتر ما هي كانت متدينة ومؤمنة بقضاء الله وقدره. وياما شافت وحكت لي مواقف تشيب حرفيا. كانت بتعرف حسن الخاتمة من سوء الخاتمة، تعرف مين كان بيتكلم في أعراض الناس ومين كان بيذكر الله ليل نهار. شافت جثث بتتحرك وجثث بتتكلم، وكانت دايما متماسكة وعلى لسانها جملة واحدة بس: ادعوا للميت لأنه أحوج ما يكون للدعاء دلوقتي. وكانت دايما بتحفظ سر الميت وما تحكيش على اللي حصل إلا لأقرب الأقربين. وأكتر حكاية حكيتها لي وأثرت فيا قوي عن بنت كانت بتغسلها، بنت عندها 20 سنة، كانت ماتت في حادثة، وكانت حرفيا مش عارفة تشيل البنطلون الجينز من عليها ولا بالمقص ولا بأي حاجة. وفي الآخر اضطروا إنهم يكفنوها بالبلوزة والبنطلون الضيق. وكانت بتحكي لي الحكاية دي علشان تعرفني إن أكبر كارثة ممكن تعملها البنت في حق نفسها إنها تلبس لبس فاضح يكشف جسمها. لحد لما كبرت شوية ولقيت نفسي إني عاوزة أورث الشغلانة دي، الشغلانة اللي بتعلمك تتعظ وتبعد عن أغلب الحرام اللي في حياتك. بس بعد وفاة أمي ما قدرتش أكسب ثقة الناس زي ما كانت أمي كسبها، وقليل جدا لما كانوا بيطلبوني، وحسيت إني مش هلاقي نفسي في الشغلانة دي. لحد لما اقترح عليا حد إني أشتغل في مستشفى العام، موظفة بمرتب ثابت وهمارس الشغلانة اللي أنا لاقية نفسي فيها. وفعلا قدمت في المستشفى العام واختبروني أكتر من مرة، وكمان خدوا رأي المغسلة القديمة وقالت إني أنفع. كنت بشتغل 3 أيام لمدة 24 ساعة في المستشفى، وأريح 3 أيام في البيت. كنا بنبدل أنا وزميلتي اللي كانت أقدم مني بمراحل. وطبعا طبيعة الشغل إننا بنغسل المرضى اللي بتموت في المستشفى ونكفنها ونجهزها علشان أهلها يجي ياخدوها على الدفن على طول. وبصراحة أغلب الحالات كانت سلسة، ويمكن ما شفتش أي حاجة غريبة من الحالات اللي كنت بسمع عنها. وكأن أمي كانت بتألف عليا وحكايتها اللي كانت بتحكيها لي كأنها مش حقيقية. لحد لما كنت مريحة الساعة 2 بالليل، واتصل بيا موظف الطوارئ وقال لي إن في بنت ماتت في الطوارئ وجاية تتغسل وهتخرج على طول. أنا استغربت إنها جت من الطوارئ على الغسل على طول بدون مشرحة، بس ساعات أهل الميت بيبقى ليهم معارف وبيعرفوا يطلعوا الميت بسرعة في الإجراءات. وفعلا نقلوا البنت للأوضة اللي هتتغسل فيها. وسألت واحدة واقفة معانا لقيتها قربت مني وبتوشوشني، وعرفت إن إخواتها دفعوا كتير علشان تخرج بدون إجراءات. أنا كبرت دماغي وقلت أدخل أشوف شغلي. كانت جاية مع 3 شابين وبنت. الشابين كانت نظراتهم غريبة وقاسية، إنما البنت نظراتها كانت زي ما يكون خايفة. تجاهلت كل ده وقررت أدخل أشوف شغلي. اتصلت بالمساعدة اللي معايا علشان تساعدني زي ما بتعمل، لكني لقيتها في الحمام. قلت مش مهم وهغسل أنا بنفسي. البنت كانت مجروحة جرح كبير في دماغها. أنا الحادثة اللي تعمل جرح كبير زي ده؟ وفين معاينة الدكتور؟ عامة أكيد الموظف شاف شغله. حطيت دورق المية جنب رجليها وبدأت أمسح بالمية على جسمها. بس الغريب إني وأنا بمسح على جسمها رجليها اتحركت وزقت دورق المية وقعته على الأرض. أنا في اللحظة دي اترعبت وحسيت إنها صاحية. استلها نبضات القلب بس مفيش، دي مجرد جثة قدامي. مليت الدورق تاني وحطيته المرة دي جنب ايديها، بس قبل ما احط القماشة في المية برضو حركت ايديها ووقعت الدورق. تملكت أعصابي بالعافية وحطيت دورق المية للمرة التالتة بعيد عنها. بس الغريب اني كنت بمسح على جسمها بالمية الاقي المية بتمشي من على جسمها وتنزل على ترابيزة الغسل، وكأن الجسم رافض يشرب مية. الدم اللي عليها ما بيتمسحش، واللي رعبني اكتر ان خياطة الجرح بدأ ينزل منها دم من تاني. وقتها بس رنت في وداني جملة امي قالتها لي زمان: الميت عاوز يوصل رسالة. وبدأت افكر ايه اللي يخلي الميتة مش عايزة تتغسل وتدفن. وبدأت اركز: جرح كبير، فلوس علشان تخرج بدون تقرير،
أختها كانت خايفة وإخواتها نظراتهم قاسية. من غير ما أفكر كتير طلبت أختها تغسل معايا، واستذهول إخواتها الشباب، بس اتحججت وقلت علشان تكفن أختها. وسحبت البنت لجوه وبكل جدية قلت لها انت اللي قتلتيها صح؟ لقيتها اتنفضت وبدأت تترعش وتتنفض وما نطقتش. في الوقت ده أنا اتأكدت من ظني، قلت لها أنا هبلغ عنكم لو ما قلتيش الحقيقة. وقتها ردت برعب وقالت أقسم بالله هما مش أنا، فهميني كل حاجة عشان حق أختك ما يضيعش. خدت نفسها وقالت لي إنهم ورثوا حتة أرض كبيرة، حتة أرض ليهم هي وأختها وأخواتهم الاتنين، وأختي كانت عايزة تبيع وتاخد نصيبها لأنها مريضة وبتحتاج فلوس كتير لعلاجها. بس إخواتي كانوا رافضين تماما لأن الأرض كانت داخلة مباني وسعرها هيتضاعف بعد 3 سنين. بس هي أصرت إصرار غريب وهم هودوها إنهم موافقين. وفي يوم كنا على السطح وشالوها قدام عينيا ورموها، ومسكوا بنتي الصغيرة وهددوني لو نطقت هيرموها وهيرموني. كتمت رعبي وبلعت لساني وما نطقتش من خوفي على بنتي. ونزلوا يجروا يصرخوا على أختهم اللي وقعت من غير قصدها، وجريوا بيها على المستشفى وكأنهم خايفين عليها فعلا. وجيت معاهم وبنتي كانت مع واحد صاحبهم، قالوا له إني مش هاخدها إلا لما تدفن وكل حاجة تعدي. انهارت من البكاء وقتها، لقيت خبط عنيف من اخواتها على الباب بيستعجلونا. وبعدها قلت لهم احنا خلصنا، خاصة انهم كانوا معاهم تصريح خروج. طلبت منها تخرج لاني هكفن خلاص. رحت جبت مانيكان جلد من مخزن المستشفى ومليته تراب وكفنته، وخليت المساعدة اللي معايا تشيله وتحطه في عربية الأموات. وركبوا كلهم وخرجوا وأنا حطيت جثة البنت في المشرحة. بعد ما خدت بياناتها كلها وخدت رقم أختها واستنيت يوم كامل لحد لما رنيت عليها وقالت إنهم ادوها بنتها، ومحدش لاحظ إنه مانيكان لأنه كان جلده حطيت فيه طين ومية مع تراب. موهبة ربنا ادهاني وقتها. ومسافة ما كلمتني أنا بلغت نقطة المستشفى وحكيت لهم على كل حاجة، وهم بلغوا المديرية اللي بلغت الاسم اللي تابع ليهم، واتقبض على الأخين واتحقق معاهم واعترفوا بكل حاجة، واتحبسوا واتحكم عليهم بالإعدام. وحمدت ربنا إننا قدرنا نرجع حقها، وطلبت من الناس إنهم يدعوا لها، ودعيت لأمي اللي فهمتني إننا لازم نفكر ونعرف ليه الميت مش عاوز يدفن. هل طالب حقه ولا بسبب المعاصي والذنوب اللي كان بيعملها؟ عامة آخر حاجة، كل نفس ذائقة الموت. شكرا. لو عندك أي حكاية غريبة أو مخيفة حصلت معاك أو مع حد أنت تعرفه وعاوزني أكتبها لكم وأحكيها لكم في قصة، كل اللي عليك إنك تبعتلي على الخاص كل اللي تعرفه عن الحكاية أو الموقف المخيف ده بدون أي استئذان، وتأكد إني هشوف رسالتك وهرد عليك. وما تنساش لو عجبتك القصة اعمل لايك وتعليق برأيك في كومنت. سلام.